رجعنا لحكاياتنا وحكايتنا النهاردة هتاخدنا لمكان كلنا بنحبه، الاسكندرية. هنتكلم النهاردة عن مكتبة الاسكندرية القديمة. ايه ده؟ معنى كده ان في مكتبة الاسكندرية الجديدة؟ بما ان في قديمة ما تستعجلش وانا هجاوبك على كل حاجة. يلا بينا نبدأ الحكاية. هحكي لك الأول عن مدينة الإسكندرية. تعتبر مدينة الإسكندرية من المدن الكبيرة في مصر لكبر مساحتها وكثرة عدد سكانها، وكانت تتميز بموقعها الجغرافي، لذلك اتخذها الإسكندر الأكبر عاصمة للدولة المقدونية ومركز إقامته في مصر، وهي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وترجع تسمية مدينة الإسكندرية بهذا الاسم نسبة إلى الإسكندر الأكبر. بس كده أنا عرفتك على مدينة الإسكندرية بكل بساطة. نيجي بقى لموضوعنا اللي هو مكتبة الإسكندرية القديمة. عايزة بس أعرفك إن لم تكن مكتبة الإسكندرية أول مكتبات العالم القديم، فكان يوجد مكتبات المعابد الفرعونية كانت معروفة عند قدماء المصريين، ولكنها كانت خاصة بالكهنة والبطالمة الذين أسسوها. وتعد اليونان أول من أنشأت مكتبات عامة حيث يستخدمها عامة الناس بعكس المكتبات في مصر الفرعونية. ومن هنا تم إنشاء مكتبة الإسكندرية القديمة، وأول من أمر ببناء مكتبة الإسكندرية هو اسكندر الأكبر. ثم جاء قرار البناء للمكتبة في عصر بطليموس الأول، وأكمل بعدها المؤسس الحقيقي للمكتبة وصاحب الفضل في نهضتها وازدهارها فهو بطليموس الثاني في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد، عام 285 إلى 247 قبل الميلاد، وهو الذي وفر لها الكتب من شتى المصادر. ومن هنا بدأت نقطة الانطلاق نحو ترسيخ العلم وتسهيل العشاء المعرفة. تعال أقولك بقى تصميم مكتبة الإسكندرية القديمة. كانت المكتبة كبيرة جدا وضخمة، وكان بها أماكن لإلقاء المحاضرات، وكان بها قاعات صغيرة للدراسة، وكان بها بيوت إقامة للطلبة، لأن كان بيأتي إليها للعلم من كل مدن مصر. لكن للأسف لا يوجد رسم دقيق للمكتبة القديمة. لكن كان أهم ما ميز مكتبة الإسكندرية قديما هو معمارها وطرازها الفريد الذي لم يكن له مثيل في ذلك العصر، فقد كسيت أغلب مباني المكتبة بالرخام. في عصر كانت تترك المباني بالحجر فقط. تكونت مكتبة الإسكندرية القديمة من 3 مباني: المتحف الأصلي في الحي الملكي للمدينة، مبنى إضافي كان يستخدم بصفة عامة لتخزين الكتب، وكان هذا المبنى يقع في الميناء. المكتبة الإبنة، وكانت تقع في السيرابيوم في موقع معبد سيرابيس إله العبادات الدينية بالإسكندرية، وكان السيرابيوم يقع في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة المعروف بالحي الشعبي. واستمدت مكتبة الإسكندرية مكانتها الرفيعة ليس فقط من خلال الكتب التي جلبتها أو ترجمتها، وإنها من مكانة العلماء الذين هيأت لهم الإقامة الكريمة لكي ينصرفوا إلى شؤون العلم والبحث، ومن بينهم إقليدس من أهم علماء الرياضيات. درس في مكتبة الإسكندرية وله العديد من الكتب، أشهرها كتاب الأولويات. العالم هيروفوليس من علماء مكتبة الإسكندرية، وقد عمل في مجال العلوم الطبية. والعالم أرسطراقس عالم فلكي، وهو أول من قال أن الأرض تدور حول الشمس. والعالم أرشميدس أعظم علماء الرياضيات، وتمكن من قياس العديد من الأجرام السماوية. والعالم هيباركوس استطاع رسم خريطة فلكية لقياس المسافة بين الأرض والقمر. والعالم أبولونيوس زار مكتبة الإسكندرية وهو صغير، وأطلق عليه المهندس العظيم، وأشهر كتبه المخطوطات. وغيرهم الكثير من العلماء والفلاسفة والمخترعين الذين تعليمهم ودراستهم في بحثهم في مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية القديمة كانت أول مكتبة حكومية عامة عرفت في التاريخ، وظلت أكبر مكتبات عصرها. ضمت أكبر مجموعة من الكتب في العالم القديم، وصل عددها ل 700 ألف مجلد، لقبت بحوث الكتب. وفيها التقت الحضارة الفرعونية والإغريقية، وبها حدث مزج والتقاء ثقافي وفكري بعلوم الشرق مع علوم الغرب. لكن للأسف الشديد كل ده راح في حريق مكتبة الإسكندرية القديمة التي كانت أسبابه متعددة، ولكن السبب الأرجح أن تم تدمير مكتبة الإسكندرية في عام 48 قبل الميلاد. قام يوليوس قيصر بحرق 101 سفينة كانت موجودة على شاطئ البحر المتوسط أمام مكتبة الإسكندرية، وامتدت نيران حرق السفن إلى مكتبة الإسكندرية فأحرقتها، حيث يعتقد بعض المؤرخين إنها دمرت. وما ينفعش طبعا المكتبة بالعظمة دي ننساها وما نحاولش نعيد بنائها. أحب أقول لك فعلا تم إعادة بناء المكتبة في العصر الحديث بعد تركها مدة كبيرة واعتبارها من الآثار المهدومة، وقد تم إنشاء مكتبة الإسكندرية الجديدة على نفس موقع القديمة إحياء لذكرى المكتبة في تاريخ الآثار. وقد طرح فكرة إحياء
المكتبة في أواخر حقبة الثمانينات، حين قامت منظمة اليونسكو بالدعوة للمساهمة في إحياء المكتبة، وعلى الفور أنشأ الرئيس المصري حسني مبارك الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية، حيث تم إجراء مسابقة دولية لتصميم المكتبة منحت الجائزة الأولى لشركة سونيتا للتصميمات المعمارية، وتم بنائها وافتتحت في 16 أكتوبر عام 2002. التصميم المعماري للمكتبة عبارة عن مبنى اسطواني في منتصف المسافة بالأرض، مميزا لشروق الشمس، حيث يرتفع المبنى 33 متر فوق سطح الأرض، بينما يوجد 12 متر تحت السطح. والسطح الخارجي للمكتبة مصمم لدخول ضوء الشمس الطبيعي للداخل لتوفير تكاليف الإضاءة الصناعية قدر الإمكان. وتكسر جدران بالمكتبة أحجار الجرانيت الأسواني غير اللامع، مع الحفر عليه بالعلامات وأحرف تمثل الأبجدية. وتضم المكتبة 11 دور، ويتكون شعار المكتبة من 3 عناصر، هي كرسي الشمس ومياه البحر والفنار. ومن اللافت في تصميم المكتبة القبة السماوية التي تعد مركزا للعلوم الفلكية ومتحف تاريخ العلوم الذي يقع داخل الهرم المقلوب أسفل القبة السماوية. وصمم المتحف كوفاء للعلماء الذين أسهمت أعمالهم في نشر المعرفة العلمية. وتحتوي المكتبة على قاعات مختلفة، مثل قاعة تضم مجلدات عن الموضوعات العامة الشاملة لفروع الآداب والفنون والعلوم والتكنولوجيا، وقاعات للموضوعات المتخصصة، وأخرى للكتب النادرة والوثائق الفريدة، وقاعات للخرائط وللموسيقى وللفنون التشكيلية والبصرية، إلى جانب قاعات مخصصة للتراث الحضاري والثقافي لمصر ومنطقة البحر المتوسط. فهي ليست مجرد مكتبة، وإنما هي مجمع ثقافي يضم المكتبة الرئيسية القادرة على استيعاب ملايين الكتب، و6 مكتبات متخصصة، و4 متاحف، والقبة السماوية، وقاعة استكشاف لتعريف الأطفال بالعلوم، و12 مركز للبحث الأكاديمي ومركز الفنون، و17 معرض دائم، و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة، ومركز المؤتمرات تتسع لآلاف الأشخاص. انت أكيد دلوقتي تخيلت هي قد ايه كبيرة وضخمة. أحب أقولك إن مكتبة الإسكندرية تعتبر منارة للثقافة ونافذة مصر للعالم ونافذة العالم على مصر. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة.